السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد لقناة محب عصافير الزينة والكوكتيل. في الفيديو ده إن شاء الله هنشوف إزاي إني أدي محفزات طبيعية للعصافير تساعد كده أو تسرع من التزاوج عندي. المحفزات الطبيعية هي أفضل حاجة مفيدة للعصافير وتساعدها على التزاوج السريع، أفضل من الحاجات اللي هي زي الأدوية والمحفزات الطبية اللي هي مخصصة للعصافير. أنا بفضل عندي في المزرعة إني أحط لهم المحفزات الطبيعية، بس المهم إني أنا مثلا أشوف كده عندي جوز العصافير بتاعي ديتي إمتى أديله محفزات أو إمتى أبدأ كده أحط له المحفزات الطبيعية دي. طبعا أنا مدي المحفزات الطبيعية هي الأول الجرجير والبرسيم والثوم، دول الثلاث محفزات طبيعية للعصافير يخليهم كده إن شاء الله يتزاوجوا بسرعة. دي أفضل حاجة ممكن تقدمها للعصافير بتاعتك. طبعا دي الأفضلية فيها في العصافير الشبابات. ليه؟ لأنه بتبدأ كده تأسس العصفور صح، مش محتاج كده بعد كده انك انت تديله ادوية او محفزات علاجية على اساس ان هو يتزاوج. ممكن الذكر او والانثى كده الاهالي كده بلغوا مرحلة كده كبيرة في السن. لو قلنا مثلا عند العصافير الاسترالي بتبدأ التزاوج ممكن من بعد 4 شهور. لو العصفور مكتمل نسبة كده 100% الذكر والأنثى عند سن ال4 شهور، من وقت كده ما فقس العصفور طلع كده من البيضة، يبدأ كده تحسب له 4 شهور يبدأ الذكر والأنثى في التزاوج. ممكن الأنثى تسبق الذكر لو هما كده في عمر واحد، يعني لو الاتنين كده عند عمر 4 شهور تبدأ كده الأنثى هي اللي تبيض، ممكن من غير الذكر ما يخصب البيض أو يتزاوج مع الأنثى. لأنه الأنثى طبعا بتكون آه، يعني نسبة جاهزيتها للبيض أسرع من الذكر، بحيث إنه هو يبدأ يتزاوج معاه. طيب أبدأ من إمتى إن أنا أبدأ أأكل العصافير المحفزات الطبيعية؟ طبعا شايفين بسم الله ما شاء الله عندي في المزرعة دي يعتبر وجبة المحفزات الطبيعية اللي أنا بديها لكل العصافير اللي عندي سواء استرالي أو كوكتيل. الجرجير من أهم يعني وأفضل حاجة ممكن تحفز بيها العصافير للتزاوج. الجرجير، لو عندك عصافير جاهزة للشغل وهتبدأ كده تتزاوج اديها الجرجير. لو عندك عصافير صغير زي اللي قدامنا دي كده في القفص ولسه كده في شبابات دولي، عودهم انه الجرجير يعني على اكل الجرجير كتير. ده هيساعدهم في المستقبل القريب والفترات بعيدة انه كده مش محتاجين محفزات علاجية او اي حاجة تانية، او مش محتاج انك انت تعمل معاهم حاجات كتير عشان مثلا يتزاوجوا. ممكن عايز تسمعهم اصوات تزاوج للعصافير، عاوز تحط لهم علاجات، لا ده في مشكلة الذكر والانثى مش متآلف، لا لا خليك كده ابدأ كده بالحاجات الطبيعية وان شاء الله هتلاقيهم في اسرع وقت بيتزاوجوا. شايفين بسم الله ما شاء الله العصافير اللي هي حتى اللي هي تحتها زغاليل او تحتها بيض، وانا كله بديه كده الجرجير. الجرجير طيب اديه كم يوم في الاسبوع؟ انا بديه مرتين في الاسبوع احط كده الجرجير للعصافير، على شرط يعني انه يكون مثلا او لازم يكون في فترة متباعدة. يعني اختار كده مثلا لو قلت ان انا مثلا هدي العصافير كده الجرجير السبت، لازم اعدي 3 ايام وابدأ اديهم الوجبة التانية. المحفز التاني الطبيعي برضو البرسيم. طبعا البرسيم مش طول السنة، يعني مش زي الجرجير ممكن تلاقيه كده في السوق طول السنة موجود عند بتوع الخضار يعني، فمش هتغلب فيه. يعني ممكن ربطتين جرجير لو عندك مزرعة كده مكونة ممكن من 20 قفص أو 15 قفص، عندك 15 عش، فممكن ربطتين جرجير ب2 جنيه يكفوا العصافير كلهم، إنك أنت مش بتحط كتير يعني. بعد كده الوجبة التانية وهي المحفز الطبيعي التاني البرسيم.
يعتبر هو أقل من الجرجير، لكن برضه محفز طبيعي جيد ومفيد جدا للعصافير، سواء كانت استرالي سواء كانت كوكتيل. المحفز الثالث معانا اللي هو التوم. التوم يعتبر مفيد جدا جدا للعصافير. طبعا لو انا مثلا احط التوم ده ازاي، اني بجيب كده حباية توم واشيل القشرة بتاعتها واقطعها كده قطع صغيرة واحطها في المسقة بتاعة المية، على انها ما تقعدش في المية غير 24 ساعة. يعني لو انا حطيت التوم مثلا الصبح النهاردة، تاني يوم الصبح لازم كده اغسل المسقي واحط مية نظيفة من غير توم. طبعا التوم ديتي يعني في كمية مضاد حيوي بتعالج العصفور وبتحميه وبتقيه كده من أي أمراض ممكن تأثر في العصفور. وفوق ده كله محفز طبيعي جدا ومفيد جدا للعصافير. شايفين كده العصافير فرحتها باللون الأخضر بتاع الجرجير، أو سواء لو كنت أنا مثلا حاطط وجبة برسيم نفس القصة كده، تلاقي العصافير كده مبسوطة كده هي وبتاكل وبتلعب كده يعني أكلة محفزة وبسيطة ومش مكلفة كتير. يعني ممكن إن شاء الله تخلي العصافير عندك لو هي لها فترة كده بلغوا وصلوا سن البلوغ والعصافير مبطلش، جرب معاهم الجرجير كده مرتين في الأسبوع. وكمان تضيف كده برضو معاهم مثلا، لو اديت كده الجرجير مثلا يوم، ممكن تسيب يوم وتدي وجبة برسيم، وبعدين تسيب يوم وتدي وجبة جرجير. لو أنا عندي مثلا العصافير برضو وجبة التوم. لو أنا عندي مثلا عصافير محتاج إن أنا أديها التوم، هديهولها مرة في الأسبوع لو العصافير دي لسه ما اشتغلش. طب لو العصافير شغالة وتمام وبتنتج، لأ أنا أديها مرة واحدة في الشهر. يعني التوم ما بيكونش على فترات قريبة، لأنه هو مضاد حيوي. مضاد الحيوي طبعا عارفين بيمتص كده نسبة فيتامينات عالية من الجسم، على أساس يحولها تاني زي مثلا حاجات مضادة كده داخل جسم العصفور، يفيد العصفور. وكان في عنده أي أمراض أو أي نقص كده في الريش بتاعه، أي حاجة ممكن تصيب العصفور التوم ممكن يعالجها. فعشان كده ما كترش من التوم، لأنه هو مضاد حيوي عالي جدا. لو أنا عندي جوز عصافير متأخر في التزاوج، ممكن أديله مرة كل أسبوع من التوم. وزي ما قلت لكم لمدة 24 ساعة بس أسيب غلاية التوم كده اللي هي متقطعة في المية. لازم تاني يوم في نفس الميعاد أغسل المسقة كويس عشان الريحة تكون، تطلع الريحة كده من المسقة وما تبقاش كده فيها ريحة التوم الشديدة. وعشان لأن التوم لو أنا كمان كترت منه أو اديته مرتين في الأسبوع أو كده أو أكتر، ده هيخسس العصفور وهيخليه يعني الجسم يكون قوي وعنده وقاية، لكن هيخس العصفور بشكل غير طبيعي. وكده ممكن ما يبيضش ويأثر سواء على الأنثى في عنقود البيض بتاعها، يأثر على الذكر. طبعا الحاجة لما تزيد عن حدي تنقلب ضدها، فأنا لازم أخلي بالي وأعمل كده زي جدول أمشي عليه. الجوز اللي هو لسه مثلا وصل لسن البلوغ، لو قلنا مثلا جوز عصافير استرالي وصل سن ال4 شهور وبان كده الذكر من الأنثى، عند الذكر الكير أزرق والأنثى الكير بتاعها بقى بني، اللون بتاعه بني، اللي هو في الكير اللي هو المكان اللي فيه فتحتين التنفس كده أعلى المنقار. عفوا. فلازم إني مثلا أديهم، لو الجوز ده متأخر لسه كده ما أنتجش، لأ أنا أديه توم مرة واحدة في الأسبوع. طيب لو العصافير بتنتج عندي، لا يبقى انا كده ما اديهاش غير مرة واحدة في الشهر. ده بالنسبة للثوم. بالنسبة للجرجير او البرسيم، زي ما قلت لك كده، او زي ما قلت لكم انه ادي البرسيم او الجرجير كده على فترات، مثلا ممكن كل يومين نوعية. يعني مثلا ادي يومين جرجير، يومين برسيم، يومين جرجير، واستمر على الحال ده على طول كده لحد ما اشوف كده العصافير ان شاء الله بتنتج. وقد العصافير الصغيرة برضو، يعني شايفين دول شبابات اللي هنا هم، شايفين كده اللي بياكلوا الجرجير ده. على المدى البعيد ان شاء الله العصافير دي باذن الله هتنتج
وتنتج سريعا كمان. يعني ممكن أنا يعني في عصفورة كده أفتكرها عندي في المزرعة، في عمر كده 3 شهور، 3 شهور ونص، لقيتها بيضة. كنت حاططها كده في عين عندي في المزرعة، وكنت حتى كاتب التاريخ بتاعها بالظبط، اللي هو من وقت ما فقسوا يعني الجوز ديت، وحطيتهم مع بعض واخترتهم. بعد 3 شهور لقيت الأنثى بيضة. طبعا البيض طلع مش مخصب، لأنه الذكر كان في نفس العمر وكان متأخر عنها شوية. فلازم إن شاء الله كده ادي العصافير بتاعتك محفزات طبيعية أفضل 100 مرة من المحفزات العلاجية. وده أسعار سعره يعتبر هذا، وحاجة طبيعية مش هتضر العصفور. فأتمنى أني أكون وفقت ووصل لكم معلومة تفيدكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.